يسعد أوقات الجميع من وين ما كنتوا عم تتابعوني. بهذا الفيديو بدي ساوي طريقتين لدبس الفليفلة. أول طريقة هي المحمرة اللي بتكون قطع الفليفلة ظاهرة فيها، والطريقة الثانية دبس الفليفلة اللي بتكون مصفاية ومثل دبس البندورة. عندي 15 كيلو فليفلة. الفليفلة اللي عندي حلوة، وانتو حسب الاختيار بتحبوها حادة بتحبوها حلوة. بعد ما غسلت الفليفلة قطعتها وقمت الخيط الأبيض اللي بقلبها، وبنطحنها على محضرة الطعام أو على ماكينة الكبة على الشفرة الخشنة. لازم تكون القطعة شوي كبيرة منشان إذا غليناهن على النار أو نشفناهن بالشمس تضل شوي محافظة على قوامها. هيك خلصناهن بنحركهن شوي وأنا بدي نشفهن بالشمس. وخطوة مهمة كتير إنه لا تملحوهن، إذا ملحتوا الفليفلة فورا بتسود. وإذا ما عندكن مكان تحطوهن بالشمس فيكن تغلوهن على النار على نار هادية كتير لحتى تنشف ميتهن، وآخر شي بتملحوهن. وهلأ سويناهن بالصينية على نفس المستوى وبنحطهن بالشمس. وطبعا بدنا نحركهن كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة المساء، وبنخليهن نفس المستوى. وبعد ما مضى عليهن 3 أيام ونشفوا هلأ بملحهن وبراقبهن. إذا نزلوا مي بخليهن تقريبا 2 ساعة وبقلبهن كل شوي مشان ما يسود اللون. وطريقة دبس الفليفلة نطحنهن على ماكينة الكبة على أنعم شفرة عنا أو بمحضرة الطعام، وبعدها بنخلطهن بالخلاط أو بنضربهن بالمضرب لحتى ينعموا كتير منيح. بعدها بنجيب مصفاية تحت طنجرة وبننزلهن فوق المصفاية وبنعصرهن مثل البندورة وقت بدنا نساوي دبس البندورة لحتى يصفوا كتير منيح وما يضل فيهن مي أبدا. وهاي الكمية اللي طلعت عندي. وهلأ بدي ارفعهن على النار. بعد ما رفعتهن على النار بتركهن يغلوا 5 دقايق، وأنا بدي نشفهن نفس طريقة المحمرة بالشمس. إذا ما عندكن مكان فيكن تكفوهن على النار، بس بدكن تموصوا النار للآخر، وأكيد بدون ملح. هون بالشمس بعد 2 يوم، وأكيد بدنا نضل نحركهن. بعد ما مضى عليهن 3 أيام صاروا جاهزين، ملحتن، وهذا القوام اللي بدنا إياه لدبس الفليفلة. دبس الفليفلة بنستخدمه لأكلات المحاشي والأكلات اللي ما بدنا تظهر قطعة الفليفلة بقلبها. وكمية الملح انتو بتعدلوها مثل ملح الطبخة، لا أكتر ولا أقل. والمحمرة شوفوا هذا قوامها صارت ناشفة تماما. وهلأ بدنا نعبيهن. أنا رح أعبي هذا المطربان بدون زيت منشان الأكلات اللي ما بتحتاج إنه نضيف لها زيت، وباقي الكمية بضيف لها زيت زيتون. وبحركها كتير منيح لحتى أتأكد إنه شربوا الزيت تمام واختلطوا كلهم بالزيت بهذا الشكل. وهلأ بعبيهن، وطبعا بنغمرهن بالزيت. المطربان اللي عبيناه بدون زيت أكيد بدنا نحفظه بالبراد، بس اللي بيكون فيهن زيت ما بيأثر، بنحفظه بدون براد. وهاي الكمية اللي طلعت مطربانين دبس فليفلة و3 محمرة. وهذا الصحن رح نزينه بحبة البركة والسمسم منشان ندوقه. ونصيحة دوقوه مع اللبنة ومع الكشكة الخضراء كتير طيب. وهلأ رح نغمس هالخبزة وندوقها. الطعمة كتير طيبة، وإن شاء الله ألف صحة وعافية. اتبعوا الطريقة، كتير سهلة وبسيطة، بتتخزن معكن لسنة وأكتر. شو رأيكن؟ عجبتكن الطريقة؟